حاضر صدقني يا عم. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. مرحبا بكم في جود جايز، حلقه جديده من برنامجكم باد جايز مع جود جايز. انا قلت جود جايز. باد جايز، جود جايز، باد جايز، وانت السبب في الموضوع ده. جود جايز. انت السبب في الموضوع ده. نو حقيقي انت السبب. البرنامج ده كان متسمي على اساس البودكاست ده حقيقي. خلاص حاليا البودكاست مش بنعمله، يبقى ده جود جايز. ارجع للتاريخ هتلاقيك انت اللي قلت باد يا جايز عم قلت باد جايز على البودكاست. لا كنا بنقول باد جايز على البودكاست. لما جينا بقى ندخل في القصه دي تمام، انت برضو قلت ان باد جايز، وهجيب لك اول فيديو احنا عملناه بعد البودكاست انت قلت فيه الكلام ده. اسمع مني. طب انت عندك مشكله انه يبقى جود جايز دلوقتي؟ لا جود جايز لا مش حلو. هيز جايز. طب حط اسم. مش هحط، مش دلوقتي، الحلقه الجايه. الناس بقى اللي تقول لنا في الكومنتات، الناس اللي تختار اسم البرنامج ده. طب اختاروا اسم يا جدعان، اختاروا اسم، عشان انا باد جايز مش ماشي دلوقتي على اللي بيحصل. ده حقيقي صراحه ده حقيقي. غير ان احنا مش باد جايز، يعني ما عندناش مقومات الباد جايز في البرنامج ده صراحه. احتمال. لا مش احتمال، ده اكيد. خلاص ده أكيد. زميلي رمضان على الابواب، كل سنه وانت طيب. وانت طيب تمام. ما ينفعش باد جايز في رمضان ده. بالظبط، يعني احنا داخلين على حاجات، داخلين بقى على سهرات بقى والسحور بقى ده غير السهرات اللي احنا بنعملها دلوقتي السوداني والحاجات غير السهرات دي. سهرات رمضان باتيتيود رمضان. تمام. رمضان احنا نعمل سحور مصري. احنا هندلع العمل. حقيقي هندلع العمل. ده حقيقي. بس يا زميلي نكمل بقى المسرحيه. مسرحيات جو مجنون الفصل الثاني. يلا بينا باشا. تمام يا جماعه، اعملوا سبسكرايب ولايك وتفعيل للجرس عشان يوصل لكم الحلقات اول باول، ودخلنا في التفاصيل يا عم ده رايق. والان يسر الجماهير موعد الدخول في التفاصيل. سير شويه ديال الجد لالا الحاجه. الله يخليك الله يخليك يا استاذه. صافي غنكملوا الدرس. يلا. كا كو كي ده بتعلمها عشان جوزها قال عليها اميه. فبتعلمها مش متعلمه. كو كي كراتون كسكسون. والله لا تحلاش البيبه شحال كده كده. عفاك بدون تعليق. اعيدي بعدي. كسكسون كلبون. ويلي حاجك يا ارجوكي سيدتي. شويه ديال الجد عفاك. يلا دابا غادي تعاودي بوحدك. يلا تفضلي. اييه برافو. كي برافو. كاكوكي. برافو عليك. كي كرة ناسا. كسكس جدا. كلب جدا ازاي. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الله يبارك. ما يتسالكش. انت هدرت اليوم. صافي ما غتزيديني حتى شي حريف اخر. انا راه بطا عليا وقتاش نوصل الهمزه. صافي ساليتي. ودابا الحاج عيان خصك تقبليه، ما رشتنكش حتى بالتمارين. شنو عياره ما عنده والو. طبعا يعني احنا عرفنا من الكومنتس المره اللي فاتت ان السيده الفاضله والده سعد المجرد. مين فيهم بقى؟ اللي هي المفروض الخادم. والده سعد المجرد. مفيش تشرفنا ومفيش اي حاجه خالص. ده شرف كبير لينا والله شرف كبير قوي لينا يا ازيك ست الكل. والله العظيم يعني شرف كبير لينا. سعد يا نهار ابيض. سعد والله العظيم الله يكرم ده احنا زرنا النبي. والله اما هو ما عنده لا سكر ولا ملح. ايوا الحمد لله على لطف الله. هي دائما سيدتي ظروف العمل عند هذوك الناس اللي كيكونوا ميسورين دماغهم كيخدم اكثر من اللازم. كثرة الاشغال، المشاريع، الالتزامات، الاجتماعات، البيزنس، هاد الاشياء كلها كتخليهم ينساو راسهم، وبعض المرات كينساو حتى عيالاتهم. او لا والله لا عندك الصح. بحال علمك الله كيدخل مهدود. ده كل الرجال غير كيطيح بحال شي بطانه. قول كلمه زوينه اللي كتوجع القلب ما كنسمعها منه. ولا الحاجه لا، الحياه ماشي هي جميع الفلوس. راه شويه هكذا وشويه هكا، شويه ربي وشويه قلبي. ويلي قاريه وفايقه وفاهمه وعارفه. وبغيت لك ستورات. شكرا سيدتي الحاجه المحترمه. ويلي على سيدتي الحاجه المحترمه. انا راه كتفلتي معايا بهذا الاداء.
انا محتاج الحاج يدخل بسرعه، ده حقيقي، محتاج الحاج يدخل بسرعه والله. ده حقيقي والله. ده يعني تبغى تصرب لي فيها اش يا اختي؟ اجي تجلسي حدايا شويه وقولي لي واش داك الراجل اللي كان مزوج بيك واش عميانو المصيره حتى يطلقك؟ في حاجه يا زميلي انت متراقب ولا حاجه؟ بس بأمن على الكشاف اللي وراه. مالك بس يا زميلي، بتسيبها على الله. بشوفه شغال ولا يا لا. زميلي سيبها على يا الله. زميلي ما هو ده بقى يا زميلي اللي بص، ده جايين بقى اختلاف انت بتبقى مفسي دماغك. جايين ننبسط. انا ببقى دماغي شغاله في كل اللي حواليا. قال لك ان انا فس دماغي ضاعت وحوارات عامل لي يوسف شاهين بقى. يا عم انبسط باللحظه الحلوه. مالك انا في بنبسط يا زميلي، بس ده ما يمنعش ان برضه نهتم بالتكنيكال يا لا زميلي. اله الا الله. التكنيكال يا زميلي. الزين واللطافه والادب والصواب. شوفي والله ما نمشي حتى ندبر لك على شي راجل يستاهل. شكرا سيدتي، بالحق لا، الرجال كلهم غدارين. شتي هذاك اللي مزوجه به ما خليت باش ضحيت معاه، عرفتي بقرايتي بمستقبلي بصحتي، وفي الاخره هو ركني وجاب واحده اخرى. انت ما انت مش عارفه يعني، انت ما حسيتيش ليه؟ يعني انت ليه ما حسيتيش سابق؟ مش كانش كده ايه؟ انها في كل مكان بتقول نفس ما هي شكايه أوي. جدا، شكايه جدا. بكايه والله اول مره الشكايه تجيب الفقر. آه. يعني ايه في ايه مالك؟ زميلي لا تجيب الفقر، زميلي لا تجيب الفقر بس زميلي فعلا. لا بجد مش والله. حابين نقفل القناه يا زميلي. لا طب انا مين بقول المرأة الشكاية. المرأة كلها شكاية. لا الشكاية المرأة بحد ذاتها غير كده، شكاية. غير كده يعني. بس هي تفاحية. هي مش فاهمة. هي شكاية بس تفاحية. هي مش فاهمة هي ليه جوزها سابها، ما سابهاش عشان يدور على واحدة أصغر منها، لا إطلاقا. علشان هي شكاية ياه. وبكاية. والراجل استحمل 7 سنين، خلي بالك. شكاية يعني الراجل استحمل معاه 7 سنين والله ده كتر خيره. احنا ما نعرفش ده جمل. الحيثيات، بس هي خد بالك خلال هالمساحة هتبدأ تقول الحيثيات. هتبدأ. لا والله ما هتقول حيثيات ولا حاجة، هي هتبدأ تقول لنا نفس الجملة، مصر على دي بس. نفس الجملة. اوكي. وهاد القرايه ديالك ما خدت هادشي مع الرجال ديال هاد الوقت. شوفي غادي نبدا ندير انا وياك تبادل القراوي. تبادل القراوي. قريني ونقريك. شكرا. دابا انت كتعطيني دروس محاربات الاميه. أنا أديك دروس في الحياة. اديك دروس في حرايب النساء. غادي نبدا نقريك كيف تضعين الرجل تحت في جيب. الصباط. تحت الصباط. شكرا سيدتي، شكرا. اجي قولي لي بعدا مش تحت باطي مثلا؟ راجلك القديم ولا بغيتي شي واحد اخر جديد؟ ايوا في الحقيقه الحاجه بغيت نبدل، ياك باغيه شي واحد يكون سرسر يا غزالي، عرفتي، مطلق ومفضي وميتالو المراه ووالد ومسالي، ويكون حتى الله يعطيك اللبس. توقعتها حتى ايه؟ توقعتها. لا انا ما بحبش التشويق في الحاجات دي. توقعتها. يعني وفلوسه ونشيطي ماشي بحال هذا ديالي. اماكن النشاط كلها محرمه عليا. هي حتى انت عزيز عليك النشاط سيدتي الحاجه المحترمه. ارجع في الله شويه ربي وشويه قلبي نضحكوا ونتمتعوا. هي الحاجة المحترمة دي ليه ما حسهاش قيمة؟ عاملة زي كلمة لا مؤاخذة عندنا كده. ليه ما حسهاش خد قيمة بالك والله؟ حته يعني فيها برضه لا فكره اللي هو انا متعلمه وجاي اخدم آه. عندكم وانتوا يعني، وهي اميه وكده يعني. شغل الطبقات الارستقراطيه مع الطبقات المتعلمه الكادحه يعني. في اصلا المسرحيه قائمه على هذا المنطلق. انت بتقول ايه يا زميلي؟ انا بقول كلام موضوعي جدا. كلام موزون ده؟ ده يا باشا ده عن ثقة؟ عيب عليك. دارس عيب الكلام عليك. اللي انت بتقوله؟ ده انا حاتم مأكد لي. انت بتتكلم في ايه؟ تعوا في الجمال الزين حبوا ربي. شتي انا استاذه حليمه راه ما نافعني غير داك التبصيل. تبصيل؟ البغابول واشتي. حاتم مين يا زميلي؟ ما اعرفش بس اكيد معانا متابع اسمه حاتم. اكيد يا زميلي. في ايه؟ تمام. لا بنادم كيف عامل ولا مذيعين ولا أسئلتك بقت غير منطقية يا قنصل. ممثلين. واش كاين السيك في شي؟ ايوا ما يتسالك شي الحاجه راكي على بالك. واش بيحسب لي؟ لا غادي نمشي عند خويا العربي لفرنسا. واش يقول لي الباك الحاج يجي يشدني انا نخرج ليها بول. سيطرة. نشوفوا الطمه. نعم سيدي نشوفوا الطمه. عم الحاج الحمد لله على السلامة يا عم الحاج. يا دخوله بيروق على قلبي. ده انا كنت حاسس ان انا دخوله بيروق على والله. قلبي. ده كنت حاسس ان انا في مسرحية يعني نبدأ بقى المسرحية. نبدأ مسرحية فلسفية. كنت حاسس ان أنا في مسرحية فلسفية والله. نبدأ مسرحية بقى من نشوفوا الطمه. وحشتني. استاذ
فاطمه نعم سيدي. الله يرضي على بنتي شي كويس ديال القهوه من شغل يديك الله يرضي. حاضر سيدي. ها وبلا سكر. حاضر سيدي. ما نبغيش يحس السكر يعاود يتخطر بهذا. حاضر سيدي. سمعتي؟ صافي دابا عبوزه خدات صار غادي نوضوا بالسكر ونبعدوا بالسكر. الحجة. نعم اسيدي هلا نعم. فين بنتي؟ بنتك باقي ما فاقت. وعبد الحق باقي ما عبد الحق سخرتو يجيب لي داكشي اللي خاصني في الكوزينه. قلتي عندي ما نقول لك قلتي. الله يسمعنا خير الحاج. بسم الله. هتناقش انا والحاجه بس في موضوع كده. افلام ولكن شوف يبقى بيني وبينك حتى ما نبغي سعودي. ويلي يا الحاج سرك في بيت لعنا. انت هتقول لي حاجه نعم. البارحه لاله حضرت واحد الاجتماع ديال الحزب ديالنا ياك وكان عندنا اجتماع واتفقوا بالاجماع باش غادي نترشح للبرلمان غادي نولي برلماني. ويلي العار يا الحاج. صافي بلا فتحة العار. صافي يا الحاج. حجه نعم. غادي نولي والله العظيم والله العظيم ابتسامته دواء. وشه والله العظيم ابتسامته لوحدها دواء. ده حقيقي. برلماني وغادي تولي عندي الحصانه. الحسنه. شنو هي هاد الحسنه الحاج؟ الحصانه هي نبدا ندير اللي بغيت. حتى في الديوان ما يقلبوني. وهي دابا انا ملي نمشي عند خويا العربي لفرنسا يمكن لي نجيب معايا اللي بغيت. معلوم غادي نعطيك الحصانه ديالي دوزي. ايوا يا الحاج وهاد الحسنه ورقه. لا هاد الحسنه ما هي لا ورقه لا ميداليه لا نيشان. هي بالحب كده. هي شي حاجه كاين اللي كيربحها عن جدارة واستحقاقيه وكاين اللي كيشريها بفلوسه. ايوا وقيله غاليه ياك. والله يهديك الحاجه واش الحاجه اللي غادي تخليك كتربع كيف بغيتي غادي تكون رخيصه؟ كتربع كيف بغيتي. معلوم لانني ملي غادي نبدا ندخل لهذا الشيء ديال السياسه غادي ندير ربع كيف بغيت. واش انت كسيدي شي سياسه غير تكون جالس كتقول اجي يا راسي اشنو نسيت؟ لا يا سيدي لا يا الحاج شي نهار غادي يقتلوك انا ما قد على صداع. الله يهديك الحاجه الله يهديك. واش عباد الله الحسنه صداع؟ تولي عندك مكانه في المجتمع صداع؟ واش تولي برلماني صداع؟ الله يهديك انا هذا الشيء راه غناني عليه الله. انا هادشي ماشي دايرو طمع في الفلوس. انا الحمد لله بخير بخمير الحمد لله. انا هادشي دايرو غير في شي وحدين لا كنا كنعطفوا عليهم في سبيل الله كي يجيبوا لك دير العواج ديال الحاج عارفيني راجل ميسور تيقول لك دير العواج واش شي بركه كنعطيهم ديك الشيء في سبيل الله هزكاها عيد. لا ديما تقال لك بدلوا اللغه قال لك الوقت بدلات. دابا اللي كنا غير كنعاونوهم لوجه الله. هو ماله ما بيقفش ليه؟ جامد والله. ما بيقفش ليه؟ انا الحاجه الوحيده اللي فهمتها في القصه دي كلها حجه. في ايه يا حاج؟ وهيعطف على اتنين غلابه. جبت تخطيفي طفي كده. غلابه كده اتنين هيعطف عليهم كده. قال لك بدلوا اللغه قال لك الوقت بدلات. دابا اللي كنا غير كنعاونوهم لوجه الله ولا كيوقف لك تيقول لك الحاج اكحب ولا راك عارف ياك لاباس اخويا اش اللي راه الوقت بدلات كحب. غادي ندخل انا باغي ندخل هاد قبه البرلمان. اول سؤال غادي نطرح على وزير الخصخاصه ووزير الماليه ووزير الصناعه التقليديه. غادي نقول له هذه تقليد في عنقك الا ما قول لي شنو هي هاد كحب ولا راك عارف. سقف استنى بس والله انا واقع مني الكلمتين الاخرانيين بس سقف وبعد كده نبقى نعيدها. اهو يا جو بيقول لي شنو هي هاد كحب ولا راك عارف. كحب ولا ركعات؟ غادي نقول له هذه تقليد في عنقك الا ما قول هذا التقليد في عنقك. قول لي شنو هي هاد كحب ولا راك عارف. استنى تاني معلش. الصناعه التقليديه غادي نقول له هذه تقليد في عنقك الا ما قول لي شنو هي هاد كحب ولا راك عارف. هي حاجه في الصناعه التقليديه يعني وزير الصناعه عامل حاجه تمام اكيد حاجه منيله ب60 منهم ما بيعملوا كل حاجه منيله ب60 تمام. ايه بقى اللي في عنقك؟ اللي في عنقك دي ممكن تكون عائده مثلا على فكره ايه اللي في خاطرك مثلا او ايه اللي في رقبتك من ناحيه المسؤوليه يعني تمام. غادي نقول له هذه تقليد في عنقك الا ما قول لي شنو هي هاد كحب ولا انا همسك في عنقك الا لو ما قلتليش. وزير الصناعه التقليديه غادي نقول له هذه تقليد في عنقك الا ما قول لي شنو هي هاد كحب ولا راك عارف. يعني لو ما قلت لي ما ادتنيش سبب الرقعه اللي في الاخر اللي انا مش فاهمها دي. بس هو يعني هيطبق في زماره رقبه الوزير لو ما جاوبش عليه اجابه منطقيه على الاسئله البرلمانيه اللي هيوجهها للوزير. شغل السياسه برلماني درجه اولى. ايه المضحك بقى في القصه؟ المضحك في القصه هم ضحكوا؟ ده الناس ضحكوا وسقفوا. لا هم ما ضحكوش هم سقفوا علشان خاطر هو رص الكلام رصه ورا بعضها من غير ما يقف. فاهم انت تقديرا للوضع الاستثنائي
انا اشتريت منه. لما ما قداميش حل غيرك، يعني ما قداميش حد غيرك لما اصدقه. بتشتري مني ببقى واثق انها غلط. بس انا اشتريت منك خلاص، الموضوع منتهي بالنسبه لي. كمل يا زميلي. على الله. الحاج واش عرفتي بلي راني ما فهمت والو من هادشي اللي كتقول؟ حبيبتي حبيبتي يا حنكة، حبيبتي ايدك ابوسها حنكة، ايدك ابوسها. مش لوحدك يا لمبي. الحمد لله. من بعد واش غادي نقول لك الحاج، السياسه بحر عميق، دخلوا قودوا خرجوا كانه مولود، من بعد غادي نفترن. صح والله. انا ماليش في السياسه. مثل عارفينه، مثل عارفينه. امسك فيه، انا امسك ماليش في فيه، السياسه، ماليش في السياسه. امسك فيه. الخارج مفقود والداخل معقود. ماما معزتي مزيان لا لا معزتي مزيان لا لا حبيبتي بابا عبرة مشات منك السكرية. صافي الحمد لله باخا. ما كتخمسيني وكديري لي غادي نقولها لا، غادي نقولها لا. علاش ما نقولها لاش؟ هذه راه بنتي، هذه راه بنتي خصها تعرف عليا كل شيء باش تعرف بان رانا هو باها. ماما بصح بابا هو بواها. سولها بنيتي راه وحدك هو يقول لك. سمعنا راسي الله يرضي على بنتي ياسين. انا بغا شي كلام ولكن بقى بيني وبينك، حتى واحد ما نغلط. حتى داك ماشي ما يسرقش الخبر. بغيتي ديرها له مفاجأة، حتى تقول له ها الزرود ديال الحانوت، يلا سير تخدم على راسك بابا يعطيك السرمة. وكل الدماغ وكل الدماغ. فهمت غلط، اسمعني فهمت غلط. مزيان. انا مش هصرف مليم على، هو كان اسمه ايه؟ رشيد. رشيد انا مال. غادي نطرش. عطرش مال. علاش؟ هي بتقول له عامل مفاجأة الرشيد، أيوة، هتجيب له أيوة. الحانوت وبتاع أيوة. مش عارف. بقول له لا انت فهمت غلط، مش هيصرف مليم واحد على رشيد. وليش كتب لها في تحت العرب؟ واش هذا هو اللي موصيه؟ زين. هو في حاجه عايز اسال عنها بس. يقول يا معلم. هو فاضل ساعتين لسه. هو جار ومجرور دي ايه؟ جار مجرور. ده التعليم. اللي هي مين؟ ده التعليم. حاجه هتعلمهم بقى حروف الجر وبتاع مش عارف ايه، ففي الموضوع في تعليم، فقال لك يبقى ايه؟ جر ومجرور. اصل انا كنت بحسبها ليها جيران، ليهم جيران انا مثلا. فكرت كده في الاول برضه لما قريت الاسم في الاول. مش عارف. ماشي. انا ان شاء الله بحول الله رانا غادي نطرش وجايز يكون في جيران جايين في السكه، انا ما نعرفش. صح، قدامنا لسه كتير. البرلمان وغادي نولي برلماني. بابا غادي تولي بحال هذوك اللي وراو لنا واحد الدار في التلفزيون كيتعايره. وملي سولتك قلت لي كيتناقشوا في السياسه. تماما. على بابا وقتاش وليتي كتعرف تتناقش في السياسه؟ من امتى السياسه؟ صحيح؟ سياسه علم، سياسه قرايه، سياسه راه شي يقول ليه وشي يقول لا. كاين اللي معاه وكاين اللي ضد. بس ملي كيطلعوا هذوك اللي كانوا ضد وفي اللي بيهز دماغه او في اللي بينام. من اللي يطلعوا ضد احنا مع، من اللي ما يطلعوا مع احنا ضد. كيوليو هذوك اللي معاه هما اللي ضد. واليوم هما ضد قدامهم راه معاه، وحنا اللي معاه كاين واحد. لعبه كبيره خد بالك، مش حد يبقى فيه. غدا كيسمح ضد، واليوم هذاك اللي كان معاه عاود كيولي ضد. هذه هي السياسه. ده دبلوماسيه. يتكلم غير. لا انا فاهمه من شي حاجه من هذا الشيء اللي قلتي. غادي نزيد نفهمك لانك انت راسك تقل شي شويه. راسي ثقيل كو والله كنت متاكد. كسكسون كليبون. ايوا حاشاك الحاجه حاشاك. يعزك الله، واش اللي راسو ثقيل كياخذ الدروس بهذه السرعه؟ راه انت الحاج ما كتعرفي تشرح ليا مزيان. ماما شوفي ويلي شكون علمك عرف الكلام؟ وسادة حليمة الله يخليها ليا. اجبر فيكم الخير نتوما تحاربوا معايا الامية باش حتى انا نعرف ندافع على راسي. ها هي دي القهوة يا سيدي، وبلا سكر ولا قطعة. وديري فيها قطعتين. حاضر. ايوا يا الحاج وكلام الطبيب. روحي تنبق داك الطبيب. واش كاين شي طبيب كيحكم في برلماني؟ معاه حصانه بقى، معاه حصانه. خد بالك اللي بياخد الحصانه فعلا بيتمسح. حليمة صبي تفضلي.
هو البرلماني معاه حصانه بيمرض؟ لا. زي الناس الطبيعيين لا، كده لا. معاه حصانه. ده حقيقي. حازم وانت اللي كان ليش كتقرصي فيا وين على قاعده غادي نقولها لي واخا تبقى دير لي 100 وانا دابا نحيد دير لي 100 مره غادي نقولها لي هذيك راه مرا قاريه ومتثقفه وعلى بال غادي نستشر معاها وحيدي منك هذه القاعده ديال الغميز والقرص حاجه وقراصه غمازه غنقولها ليها احبها من احب وكارهها من كاره. هنقول لك على واحد السر. تفضل سيدي هاتي ما عندك. كلي آذان صاغية، اعتبرني وحدة منكم، وكنتمنى أن رأيي المتواضع يساهم في إسعاد هذه الأسرة خلاص الكريمة بقى. النبيلة السعيدة. هادي عباد الله راه فايته القرايه راه كاينين شي وحدين قاريين الا هضروا هضرتهم ما عليها لا سر ولا ملح. الأستاذة حليمة نعم سيدي. غادي نخبرك واحد الخبر صار. أنا إن شاء الله بحول الله مع قوته راني ناوي نترشح. أترشح للبرلمان؟ ولا عرفتها بوحدها. بسم الله عليك بسم الله عليك. ماما عرفتها بوحدها. واش غادي نقول لك يا سيد الحاج؟ اش غادي نقول لك الا كنتي حاس براسك انك قادر تحمل المسؤوليه، علاش لا؟ ولكن ما تنساش الحاج، ما تنساش ان السياسه راه ماشي سهله. قلتها له ماما. وعلاش شنو هي السياسة في نظرك الأستاذ؟ السياسه يا سيدي باختصار هي انك تستطيع فهم كل الامور وتحسن الحديث اركز وتعمل بإخلاص من أجل الصالح العام انغز. وتطالب بنصرة الحق ثم الأستاذ نعم الشيء السياسة هذه اللي كتهضري عليها أنت هذه راه ما بقاتش حتى في أمريكا. خليل السياسة هي شي قوليين وشي قلة. لا سمحوا لي، يمكن هذا السيد عبد الحق جاب السخرة نمشي نساعده. أستاذة حليمة نعم سيدي. اجي باش نأكد لك بأنني رجل تقدمي وحداثي وضد الطبقية. من اليوم أنت راكي ما بقيتيش خدامة. لماذا سيدي لماذا؟ أنت وليتي وحدة من العائلة. حيدي له هذيك الطبلية يلا. الحاج أنا وليتي الحاج أنا قلتها لها قبل منك. ولكن انت قلتيها لها وركبتي لها الطابليه. انا قلت حيدي لها الطابليه. كنشكركم على ثقتكم، وكنتمنى انني نكون في مستوى هذه الثقه اللي وضعتوها فيا. هذه الالتفاته الكريمه، الملكه النزيهه السعيده، هذه الالتفاته خلاص هادشي اللي كتقولي راه احسن من شي كلام كيقولوه شي وحدين راهم في البرلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد الحق. نعم لالا. هي الصخرة. هي لالا راه هي في الكوزينه. واخا يلا زيد نعاونوا طاطاك حليمة يلا. تا حليمة. خلاص عبد بقى. الحق عايز اقول لك على شيء واحد الحاشا ما تقولهاش لحد. عبد الحق نعم سيد لا الحاج. ده اكيد عارف بقى. اسمعني مزيان وحلو وديك الله يرضى عليك. راه غادي نقول لك شي اخبار ولكن شوف يبقى بيني وبينك. الله يرضي الحاج. بيفكرني بابويا قوي، ابويا كده قوي والله، ابويا كده قوي يا ابويا. سرك في البير. حتى واحد ما بغيش يقرا الخبر. سرك في البير الحاج. عبد الحق نعم سيدي. شتي هذاك الاجتماع اللي حضرت ليه البارح في الحزب ديالنا. اييه مالو. راهما سيدي اتفقوا بالاجماع باش غادي يدوني على راس القائمه وغادي يرشحوني للانتخابات المقبله. غادي نولي برلماني يا عبد الحق. دخلت عليك بالله. والله وكي درتي لي الحاج؟ ايه عملتها ازاي يا عبد؟ كي درت لي؟ برلماني انا ماشي راجل ولا. راجل الحق ولكن برلماني ماشي صعيبه عليك شويه؟ علاش صعيب عليا؟ انا طبعا كنت متخيل ان عبد الحق يعني بيطبل؟ هيدوس معاه في اي حاجه، يعني انا قشطه. ما هو لازم حد يبقى قدامه. اش كاين يكلب؟ ايوا سيد الحاج كي كتعرف هذاك الشيء ديال الانتخابات راه كيبغي شويه ديال الجري. وانت واش باقي فيك ما تجري؟ لا قبديت اموري. انت اللي غادي تجري بلاصتي. انا انت عليك بالنضال وانا عليا بالمال. ايوا اللي تشوفوا سيد الحاج. اللي قدرتي عليها ديرها واللي ما قدرتيش عليها كري اللي نوب عليك. ايوا اش غادي نقول لك الحاج؟ الكلام كلامك. ايوا سيدي. نأجر واحد انا حاسه مش هيترشح ولا حاجه. يعملها. لا نسي العربي. اخي دير على الناس كي دايره لا فرونس.
كاين شي برد، كاين شي حركه، كاين شي قول لي. خلي شي وزير ما وزير قال لك شدوا هاد كلامه عسل، كلامه عسل. ضيضه شي فتيحه في راسها قال لك اسيدي شي وزير لقاو مراتو ما خدامه ما والو، لقاو عندها شي بورتما بسميتها من لسانها. ها اييه اويري 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 يا ما عرفوها منين جاو هذاك الفلوس، هما يديو الوزير للحبس. اوريكم كانوا يجي يطبقوا هادشي عندنا هنا راه كلشي في الحبس. انا ما فهمتش حاجه من المكالمه دي. ازاي يا جدع؟ طب فهمني لو فاهم حاجه بجد؟ والله. يا جدع انت ازاي بس؟ انت ما يديو الوزير لضمت للحبس. معاك حاجه؟ طيب أيوة يا عم. كانوا يا ما عرفوها منين جاو هذاك الفلوس، هما يديو الوزير للحبس. اوريكم كانوا يجي يطبقوا هادشي عندنا هنا راه كلشي في الحبس. بيقول لك ودوا الوزير للحبس، لو طبقوا دي عندنا الناس كلها تخش الحبس. بورتما بسميتها من لسانها. ها اييه اويري 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 يا ما عرفوها منين جاو هذاك الفلوس، هما يديو الوزير للحبس. اوريكم كانوا يجي يطبقوا هادشي عندنا هنا راه كلشي في الحبس. طبقوا عندنا هنا ايه بقى اللي لو طبقوها عندنا؟ ايه بقى اللي لو طبقوها عندنا هيبقى كله في الحبس؟ لا ما اعرفش. سلم. هم تقريبا لقوا فلوس مع الوزير فودوه ما عرفوها منين الحبس. جاو هذاك الفلوس، هما يديو الوزير. منين جابوا هاد الفلوس او منين جابوا له هاد الفلوس؟ اويري اويري يا ما عرفوها منين جاو هذاك الفلوس، هما يديو الوزير للحبس. اوريكم كانوا يجي يطبقوا هادشي عندنا هنا راه كلشي في الحبس. يا ابني سقف بقى. يا ابني اصبر، يا ابني اصبر. هو بيتكلم على وزير فرنسا حصل فيه كذا كذا أيوة. كذا كذا. ايوه وزير طيب بره. ماشي، وانا بدل اللي بسال فيه. انا بقول لك وزير بره ودوه الحبس، بقول لك لو اتطبق هنا كل شيء هيروح الحبس. طيب اوكي تمام. أيوة. ده قصف جبهه من تحت. الو اختاش غدا غادي تجي اسيدي، مرحبا بك ان شاء الله. غادي تلقى عبد الحق يستناك في المطار. وسيدي الله يجيبك على خير، ما تقطعش ندوز لك اختك، ما تقطعش. اش فاطمه اش فاطمه خوك فرنسا خوك فرنسا خوك فرنسا. الو ها اختك، خذ اختك خذ اختك خذ اختك. اجي طحت عليه واحد الفكره. اما هي العمس اجي نقول لك علاش ما هذيك الاستاذه حليمه علاش ما نستعنوش بها في هادشي ديال الحمله الانتخابيه؟ والله لا فكره الحاج. استاذه حليمه لا سياسي. استاذه حليمه كيف قلت لك عبد الحق، نعم هاد المراه قاريه وعلى بال واخا تنفعنا غير في داكشي ديال تحرير الخطاب. يا نعم يا عندك الحق. عريت انا تبارك الله عليك زيد الحق. تريد شيئا يا سيدي؟ استاذه حليمه نعم سيدي. على بغيناك تعطينا يد الله في الحمله الانتخابيه الى جعل خاطرك. على الرحب والسعة، أنا مستعدة. سمعتي يا بارد القلب. ولكن سيدي لابد من الشفافية. وك الحق انا عبد الحق. القوى الله يخليك الاستاذه، بغيت تدي لي بشي خطبه مدرح، شي خطبه بغيت اللي يسمعها يبدا كيبكي. ولا الحاج، واش انت باغي تفرح الناس ولا تبكيهم؟ وك الحق انا عبد الحق. القوى لا انا كنقصد اللي يسمعها يبكي، بغيتها تكون يعني مؤثرة. تكون خطبه هادفه وثاقبه. صافي كون هاني. قول لي يا سيدي الحاج، واش يمكن لي نطرح عليك بعض الاسئله استعين بها على تحرير الخطاب؟ الله يا ودي مرحبا ماذا بيا، لانني دابا ان شاء الله خصني نستعد الا كان شي استجواب ولا شي حاجه، شي تلفزيون ولا شي مناقشه نعرف ما نقول. وتسرح لك اللسان ودي الحاج. القوى انما الله يخليك انا غنهضر ولا هضرتي انت غنقول لك القوى. ولا بالي علاش غادي نتكلم وانا غنقول لك القوى. الحس ميمو، ما هو تكوينك الأكاديمي؟ ما معناها؟ ما معناها يعني واش عندك شي شواهد؟ واش زعما الشواهد واش مؤهلات عندك؟ ما عندي بعد اول حاجه شهاده لا اله الا الله. وعندي شهاده السكنه. حلو عندي والله. شهاده الحياه. ما فين ما كان شي شهاده
واش سبق لك مارسي السياسه في شي منظمه، في شي جمعيه، في شي نقابه، في شي لا الاستاذ ما نكتبوش على الله من بعيد. ملي كتاسس شي جمعيه ولا شي وداديه ولا شي نقابه كيجيو عندي كيعرفوني راجل ميسور ومسكون وفق الله ورزقي، كيقول لي ودي الحاج راه حنا بغينا نكوماسيو دور معنا بشي بركه، كنعطيهم داكشي اللي قسم الله. كدوز واحد المده كيأسوه هما الحزب ديالهم ولا الجمعيه وكيصيفطوا لي حتى انا بطاقه شرفيه فيها عضو شرفي هكا ديال الشرف عندي في الدار، ولكن مشهور مشاكل. وعلاش ترشحتي للانتخابات؟ ترشح انتخابات لانني مواطن وعندي الحق انني نمارس حق من حقوقي. وشنو هو البرنامج اللي غيتقدم به الحزب ديالكم وبغيتي انت تدافع عليه؟ بحال الاخرين غادي نمشيو نطاكيو هادشي ديال الصحه ونتبعوا التعليم ايوا والشغل ونحاربوا البطاله ونزيدوا الناس في الاجور. ايوا المهم غادي نطاكيو القطاعات الحساسه كلهم بما في ذلك الصحه الفلاحه الصناعه والسياحه والدلاحه والدلاحه ايوا والحايحه. وهي في الحقيقه الحاج اليوم الناس ما بقاش كيهمهم البرنامج بقدر ما كيهمهم الشخص اللي مترشح. الا كانت عندك مصداقيه وكنتي صادق مع الناس راك غادي تنجح. انا اللي عليا عول عليا راني غادي نتعاون معاك. الله يخطيك يا استاذ الله يخطيك. سمعتي؟ سمعتي المراه المغربيه فين وصلت؟ ماشي بحالك يا الامي اللي ما كتعرفش تركب حتى جمله مفيده. وبحالي بحالك الحاج بزاف عليك بزاف عليك هو انت واسمح لي. لا 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 بابا ده الحق ورقت لك ماما ما تخرج حتى تشوف. تحسه مغلول ان هو يتقدم للانتخابات. واش انا ما عنديش غير نقمقم اجي انت كيف كتزنزلوا عليا بهذا؟ واش انا ما عنديش غير من غيركم ما نجيب لكم غير بس نتوما؟ تحب تاخذ الملف على الواسع بس. اجي بعدا انت شنو؟ علاش ما نمشيش تقراي علاش يا بابا واش انا غادي نمشي نقري راسي غنقرا بوحدي انا والاساتذه كلهم في الليسي دايرين الاضراب ياه داير الاضراب الليسي داير الاضراب ليشي الدريه عندي مسمكه. احنا كنا قلنا ليسي يعني الثانويه الثانوية. لا 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 السكويله كتقول لها ليشي بغات تقول لي كتبغي تقول لي السكويله كتقول لي ليشي زعما دايره هذاك الشيء ديال الزواق معانا ولا سيري بالحق. نعم سيد الحاج. انا ان شاء الله بحول الله مع قوتي اول ما غادي نزطم في القبه اول حاجه غادي نوض بها هو هادشي ديال الاضرابات. كاع اللي داير شي اضراب غادي نحليه المشاكل ديالو. سيد الحاج وفريني شويه انت بديتي كتكذب من دابا. عبد الحق اوليدي راه السياسه هي هذه كلها كذوب في كذوب. راه اللي ممكن يتصاوب غادي يتصاوب واللي ما ممكنش الغالب الله راه غير هضر. ايوا دابا تكلمتي يا سيد الحاج. هادشي اللي كاين. سيد الحاج نعم الله يرضي على ولدي سير وش السياره وتسناني في الكراج باش نمشيو نديروا شي دوره على الناخبين الله يرضي عليك. اي نعم ولكن هنا هي فيهم غتوجد ليركات عبد الحق ليركات. شوف من اليوم ما تحرك غير ليركات حيت دابا غادي ندخلوا للنضال. شوف ليركات بوحدها دوك السيارات مزيانين داك الحديد صحيح ماشي غادي دير ليه الباش حتى يدوزوا الانتخابات. يلا واخا سيد الحاج نمشي دابا نغسلها ونجدها. يا ودي الله يرضي عليك. حلوه دي. قال لي سياره عندك. الله يعطيك ستر الحاج الله يرحم ليك الوالده الحاج راه رغبت لي زين وتطل فيا وكتزوج وكتقول لي نقول لك اشنو درتي لها مع راجل. هذاك الراجل ما عندي ما غادي ندير معاه. انا تنقول لك بصراحه ما كذبش عليك. هذاك الراجل راه ما غاديش نجوجو لبنتي حتى ندوز له امتحان في جميع المواضيع ونعرفوا علاش مطول. واش عينو في البنت يتزوج بها ولا عينو فيها انا يسجن. خلاص الحاج واه مالك هزها ضد مع هذا الولد كيف ما كان الامر راه هو خطيبها وغادي يرجع راجلك. يا عم ارضى بيه وسك من بكمه. نشوفوا بس الاول. يا عم ارضى بيه نشوف وسك الاول من البت. لا بكمه. البت يا عم كويسه ما نديهاش لاي حد كويس من جواها يعني طيبه يعني. مالك في ايه يا عم؟ والله في ايه يا زميلي؟ بنت كويسه والله ما نديهاش لاي حد. الله الله الله
مالك يا والله يا زميلي ايوه ما تتعز عنك طبعا والله، ده الحكومه جدعه. واحد أخذها وأنا قال لك واحد سأدافع عن بنتي، سأدافع عن بنتي وفلذة كبدي بكل ما حباني به الله من قوة ورباطة جأش. كلامه جميل. جتك الجأش يوحشك. هذه ما خشعتي فيها ولا الحاجة؟ يا قلت لك انت امي. والله يخلي لي الاستاذه حليمه هي اللي غادي توريني تفسر لي شنو هي الجأش. يحييك الله يا الحاج، يحييك الله، حتى تشوف واش انا اللي امي ولا انت اللي امي. استاذه حليمه، استاذه حليمه، استاذة حليمه بقى خلاص بقى. تريدين شيئا يا سيدتي؟ اجي اختي اجي اجي الله يعطيك الصحه استاذه الا ما تسري لي شنو هي جأش. منين جاك هذا المصطلح؟ على عليا الحاج. جأش يقال سيدتي جأش إليه أي أقبل، وجأش قلبه أي اضطرب من حزن أو فزع. جأش جمع جؤوش أي القلب والصدر. رابط الجأش أي شجاع. قشعتي شي حاجة؟ انا اول مره اعرف التفصيله دي زفه يا جماعه، دي بيزفوا عريس وعروسه دلوقتي. يعني تخيل ان دي زفه، زف. تخيل زفه يشغلوا فيها سرينه اسعاف. ما هو رايح على ده هيشوف يوم. ده هياكل ضرب. نكمل نكمل. ويلي بالعمى. وخليني نمشي نكمل شغالي. قولي استغفر الله العظيم قاعد الهضره كلها في جأش. بسم الله الرحمن الرحيم. جيب هذا. ماني الطريق. أهلا تفضل مرحبا تفضل. رشيد بقى. شكون؟ هذه السيدة الفاضلة أختك وبعلو. عرفت من الكومنتات ان رشيد اصلا شخصيه خياليه، مش هيبقى موجود. خياليه ولا هو اصلا مش يعني الكلام عليه، بس هو مش هيكون مش هيخش جوه المسرحيه. ازاي يا جدع؟ والله ما انا عارف، ده شوقونا الرشيد مش والله. عارف في ايه. بعلوها. راجلها. راجلها. ولي اختي واختي ما ولفاش يجي عندي في هذا الوقت. استاذه حليمه نعم. الله يعطيك السيله ما دير لنا شي كويسيالتي وتدفع علينا بشي حليوات. اختي راه واخا مزلوطه فيها النفخه بحال راجلها. حاضر سيدتي. مزلوطه متنكه يعني شايفه نفسها. هي دي اللي شايفه نفسها. وشايفه نفسها في ايه؟ هي بتعمل كده ليه؟ اختي الحبيبه وداويني الحبيبه داويني. ويلي يا اختي طب في ايه؟ في ايه؟ مش فاضيين والله. ويلي يا سي مصطفى مالها راه خلعتني. ايوا راكي كتعرفي اختك ديما كتعمل من الحبه قبه. من الحبه قبه. ويلي يا اختي ماشي ولدي رشيد قش المعلم ديالو. تخرجوا عينيه ايوا من بعد. فراسنا قالتها لي نازل، ولكن خديتو تفضات ملي طردوه من المعمل. ما تفضات والو يا اختي. اليوم البوليس جاو كيقلبوا عليهم قالك وانا بد يجي عندهم الكوميساريه. البوليس صافي هذا طلق الفلوس. من رشيد ومالهم. ايوا يشري والو ما حنينا غير في عرفو. واش الراجل خدام معاه في المعمل يقولوا سير هز المدار لمولات الدار. هذه راعيها انا هذه. واش فيها الا زاد المضارب عادي تفنى الدنيا. لا يكون ده صاحب المعمل. ايه؟ لا يكون ده صاحب المعمل. شكل ده المعلق. شكل رشيد شغال عنده اصلا. انا ولدي مخلقو ربي ما يهزلاش. ايوا صافي دابا. ولا ده ابو رشيد؟ ده ابو رشيد. يعني هم هيجيبوا ابو رشيد ومش هيجيبوا رشيد نفسه؟ ده ابو رشيد. الدار هذه راعيها انا هذه. واش فيها الا زاد المضارب عادي تفنى الدنيا. لا ما يهزلاش. انا ولدي مخلقو ربي ما يهزلاش. ايوا صافي دابا سي مصطفى اللي عطا الله متجوز. قولوا لي شنو غادي تعملوا. اخته. واش غادي ندير انا واش غادي نعمل. انا راني غير راس المحنه وما كاينشيط لي غير الهم والصداع. كنقول له يا وليدي برد ما يكونش راسك سخونه. ايوه هي امه. وانا كنقول اسمع ولدي حد كتنازل والبشر كيركب عليه. انت اللي غادي تخرج عليه. انا ايه انت اللي غادي تخرج عليه.
دوزتي حياتك كلها في النرفازه وتا حاجه تصلح ما درتيها، ودابا انت خرجتي من الخدمه خرجتي طوال. ويلي سي مصطفى حتى انت خرجتي من الخدمه. المغادرة الطوعية، التقاعد انا. تقاعد. نبكي عليه تقاعد. 40 عام هو كيدمر في الاداره ما حصلش على دار فين يسكن، قالت له واحد 2 فرنك في الماندا ما تقدو حتى في الكرا. يا شتي داك 2 فرنك وكيجعل الله فيهم البركة، لأنني ما قبلت رشوة. وين الذل ده؟ ما أنا مش عارف. ما تملقت المسؤولين، عشت ديما راسي من الفوق، بديت نقيت كملت نقيت. الحاج طالع على المعاش، الحاج طالع على المعاش يعني من تحت. انا ديك الشيء مني ساليتي داروا لك ديك يقول لي الحفله هي الحفله ولكن كيعيطوا عليها. التكريم شويني فيه تكريم. ايه ايس كريم ده؟ تكريم تكريم بجد؟ هي الحفله ولكن كيعيطوا عليها. التكريم شويني فيه تكريم. كرموه وداروا له الشوق وخطبوا له في البوق وختموها له بهذاك الديس ديال الله على الست دي عايزه نبله تقوم ما بين حواجبها كده لاشقه في دماغها ما تعرفش تقوم تاني. فرح الله. يا هادي هاد الخاوية عندك لا جماعة راسكم تمشيو قلبوا على الولد نديو للكوميسارية يلا. ويلي استغفر الله العظيم السي مصطفى، واش بغيتي تديو لولد بيديكم ربي لا ما تهز تجلسوا. وشو الحاجة اللهم نديو بيدينا ولا يجيو يديو بالقوة. وشوف اختي شوفي يا اختي هذا الراجل نهار اللي تسمعي بلي اختك سكت لها القلب عارفه غير الحبيس ديال هذا الراجل. هو ما بيعملش حاجه حلوه خالص. هي ماسكه مبهدلاه من ساعتها وفي الاخر هي اللي بتعيط. ما بيعملش حاجه حلوه ده ايه خالص. ده؟ ضربني وبكى سبقني اشتكى. مع ان والله الراجل شكله غلبان غلبان وجاي بالعافيه. والله العظيم الرجاله غير كنقول لك الحاجة كنقول لك هاد اختك راه بحال عيشة دميعة، دموعها على سبة، خصها غير على من تسرسبو. علم دموع الله التماثيل. زين بنتي لا ساقط الخبر لهذا الشيء كاع يكون فيها الزغبيه. الله يعطيكم السرزين بغير خليوها قول عليكم. يا الحاجة فانية زين ما شفناش. زين كاينه راه هي غير هنا. لا ولكن خصنا نشوفوها لان خصها تسمع بحال الطوارئ باش تعرف بلي الانسان ما حدو عايش في هاد الدنيا هو معرض للافات. الله يبقى يستر حتى حاجه ما كتسقى فيه. سيدتي ثريا مرحبا بك. سيدي مصطفى مرحبا بك. اهلا وسهلا. بتعمل كده ليه؟ زينة عاشكم ماما. اهلا بنتي الحبيبه. اهلا بنتي الحبيبه خليني بنتي. عزيزي مصطفى لاباس؟ زينب نعم. كوني صبارة وشجاعة، عرفتي كيفاش تواجهي الصعاب بحزم وتحدي. ويلي سي مصطفى مالك نخلتي ولا مالك وانت تبكي على بنت القلب؟ ويلي خالتي ما راهش طرات له شي حاجه. هو لا في لا. الحقيقه بنتي قج المعلم ديالو والبوليس كيقلبوا عليه. البوليس جوج مات. لا 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 جوج مات. لا الصبر اصمدي مرة ان شاء الله. صافي يا سي مصطفى الله يهديك واش غتقتلوا لي البنت؟ صافي من هادشي كله. واقيلا حتى انا عادي نسخف. يا ربي قبطوني. يا ولية بس بقى. سيدتي سيدتي ده امسكي ايه ده يا في مرحبا. ايه؟ سيدتي هو في ايه؟ في ايه؟ أستاذة نعم. ايه يلا عتقيني بالمصطفى. حاضر صدقني يا عم. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. يا عم انت ايدك خبط في البتاع ده جامد في ايه؟ بجد؟ انت انفعلت جامد. انا انفعلت بس كلهم ماتوا. لا مش عارف عشان ايه. بقى ما تبقاش غيرنا. سيدتي مصطفى يا مصطفى امسكها يا مصطفى من فضلك. انا ابو حطية امسكها من فضلك. هذه راه ابو حطية نعم سيدي. من الزود ديال السودانية. مريحة قوي. منزل الحاج الحبيب السميمو من الهاتف الداعي. سيد رشيد. الو يا راشد. فين انت؟ اسمع شوف خدوش عندهم الكوميساريات وما شباب. مشيتي؟ يا زكشي. اها يا ربي الحبيب يا ربي يا ربي. على ولدي يا امي. طلع راجل حقنة برضو. طلع راجل حقنة برضو. الحكامة كاع. لا شوف مكريمة ولا مشيت. ها هي
يا ودي رشيد ما راعيتي ما قلتي ميمتي ما عندها صحانات الخلاعي والطوال. انا خالتي انا عارفك رشيد. الو من اخويا من انا تقجر بلا قاعده مالك غير تتقش علاش غير تتقش علاش تتقجر تتقجر منا وانا غير رشيد اسمع شوف دوز خلط علينا احنا في دار خالتك صافي اخلتي الله يهنيك هضره صافي راه مشى هو والمعلم ديالو الكوميساريه وراه ما عملوا له محضر وراه يدوزوا القضيه في المحكمه. ايوا الحمد لله على لطف الله. اهدئي سيدتي، الانسان في مثل هذه الحالات يصبح لزاما عليه مواجهه الامور بثبات وعقلانيه حتى لا يفقد اعصابه. ثم عادي مني عافاك راجل سالي ومخ. صافي استاذه الله يعطيك الستر. شوفي يا استاذه هذا الكلام اللي قلتيه لاختي راه ما غتفهموا لك شيء. واسفي عليك يا ثريا. يا صاحبي اختي توريه اجي الحبيبه ديالي ترتاحي في بيتي ديال الناس يا جلالاش. يلا مولتي يلا سيري ترتاحي مع الحاجه سيري. سي مصطفى ما تمشي فين حتى تغدا معنا ولا بدا الحاجه هي لابد. ولا تقال الخط. زينب كبيك ويزاتي العزيز يلا. واخا ماما قلت لك بنتي زينب انا كنعرف واحد المحامي صاحبي مزيان هو اللي غادي نكلفوا بهذه القضيه ديال رشيد وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. ما ترفد هم عزيزي ما تجي فين تدوز الجلسه في المحكمه حتى يكون بابا نجح في الانتخابات. وهذيك الساعات هذاك المعلم ولا ما تقوليش السر ولا دي كانت من اللي غير السر. شنو قلتي بابا غادي ينجح في الانتخابات؟ عزيزي راه خاصني ما نقولها لحد ولكن انت ماشي ورانيه انت عزيزي وبابا رشيد وراجل خالتي انا قلتها لكم. ما غادي ترشح بعدا. معلوم واش بينو بينا تشبينو بين السياسه اش بينو بين اش قربوا لي لها. وقالت له ماما سير كنت تحشم ولكن ما بغاش. هذا التلميذ يمشي يخلي حاجه راسو ويقبل شغالته. واش ما عرفتش هذا شكون هو اللي مرشح في هذه الجهه؟ شكون عزيزي؟ شنو كديروا دابا؟ انا لازم افصلهم. فصلت لنا انا شخصيا. شنو كديروا دابا شباب بنات شنو كديروا دابا شغل يا زميلي. دكتور عبد العاطي شاب مثقف حياته كلها دوزها في السياسه باغي دابا الحاج يتنافس معاه. هذا راه التخرميز هذا. هو بابا قال لك السياسه ماشي قرايه السياسه هي شي يقول يه وشي يقول لا وزيدو قال لك هو باغي يجرب زهرو ياه. هادشي فيه زهرو ولا زعترو لا سراوعات. والله ما كنت قد بالمسؤوليه لا انتخبه. الله يعطيك السر عزيزي لا تقول له شيء وخليه يدبر راسو دابا يعاود يتخاصم معاك. يتخاصم المهم انا غادي ننهيه وإلا ما سمعش كلامي غادي نتحزم له. والله انا وقرته شحال هادي ما كتبت في شي جريده ولكن غادي يكون مضطر نكتب. وعزيزي وقلت لك علاش عليك دابا يتخاصم معاك. يتخاصم المهم انا غادي نعلم المنكر وحتى لين غادي نبقاو نخليو الشيوخ الميسورين كيضيقوا الشبان المثقفين. الله يجعل البركه. الحاج بيقول كلام زي الفل. عطى الفرصه للناس اللي في يديهم الشغل يقولوا كلمتهم. وغير بغيتي تدابز معاه راه غادي تعاود تخسر بلاصتك. المهم انا غادي نتفق معاه. حاج فاطمه. الحاج ده علي فاطمه. الحاج ده لما بيمشي لما بيمشي المسرحيه بتغمى بتغمى بتضحكك. والله. يا فاطمه سيد الحاج الله يخليك سؤال من بعد عاش الدور خلاص. الله يرضى عليك ان شاء الله. زيدوا اش اخبارك يا سيدي حتى انت هنا وصفي كمل النصاب. ماذا وقع او ماذا سيقع؟ لا ما وقع والو الحمد لله. اسمعوا لي مزيان الله يرضى عليكم وحنا عندكم رانا عندي واحد الخبر كيفرح. الحاج وقلنا خلاص ماشي وقتنا بابا ويلا وفرحنا معاك ياه. هل هناك من سبب يدعو الى الفرحه؟ السبب الذين يدعوننا الى الفرحات. وانا كنت غادي في الطوموبيل ديالي راكب حدا عبد الحق هو صايق بيا واحد الساعه ويديني سوا ويطيح عليه. تخافوش لا ما تخافوش. طاح عليه؟ عبد الحق لا طاح عليه الشعار. هذه الاخاوي عندك سيد الحاج. واش هذا الاخاوي؟ انا ما قلتش بانني غادي نترشح انتخابات. شعار. وملي سمعتها ما صدقتش. لا غير صدق وصدقوا كلكم.
بانني ان شاء الله بحمد الله مع اخواتي غادي نترشح للانتخابات وغادي ننجح، احب من احب وكاره من كاره. ما قلتليش شنو هو الشعار اللي اجي عبد الحق اجي هو الاول العام. تجمعوا انتم، شوفوا تجمعوا، حنا غادي نبداو تنقولوا وانتم غاديو تردوا علينا بحال غدا بينا الحمله. ده شعر. شعر نشيد يعني، نشيد الحمله. صافي يلا صف قول معنا. من اجل العمل والمال، من اجل العمل والمال وخبز الحلال وراحة البال، خبز الحلال وراحة البال، وضمان المستقبل جميع الاجيال، وضمان مستقبل جميع الاجيال. كون على بال كون على بال كون على بال كون على بال. ايوا هادي اخويا. الفصل الثالث هناخدها فصل الفصل احنا هناخدها فصل الفصل ده اكتر من بس نص ان شاء ساعة الله كمان هيكون الدنيا نازله ورا بعضها بقى على طول يعني هننضم كله في بعض بقى ان شاء الله. احنا ما بين الجزء الاول والثاني عشان كنا بنعمل شويه حاجات كده حبشتكنات بس كنا بنعملها كده لزوم التجديد والريفريشنج كده. تمام ده حقيقي. المهم يا زميلي، قول لي يا زميلي. تمام انا انبسطت بالبارت الاولاني اللي كنا عاملينه. البارت ده يعني في الريتم نزل فيه نتيجه ان الحاج ما طلعش نتيجه ان الحاج ما طلعش كتير. ده حقيقي. وده في حد ذاته مقلق جدا الصراحه، واحنا بقينا مشدودين جدا وبنشجع جدا الحاج، وان شاء الله يكسب حاج الانتخابات. فاطمه ان شاء الله يكسب الانتخابات يعني الله. احنا في داره قلبا وقالبا. قشطه. خلينا نقول هذه الحلقه ان دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت. كان معاكم مستر باك جايز في الاول وبلاك اند وايت في الاخر ومحمد وحسين في النص. خلينا نقول ان دي كانت حلقه النهارده من سهرايه مع مش قايل اسامي مستر دادي، مش قايل اسامي شاجي. وما تنسوش تكتبوا لنا اقتراحات لاسم الحلقه بتاعت النهارده. وايش كديروا ده بقى اسم الحلقه دي وايش كديروا ده. سلام.